بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها التونسيون، أيتها التونسيات، أريد في البداية أن أترحم على أرواح شهداء ثورة الحرية والكرامة، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. وأغتنم هذه الفرصة للترحم على شهداء الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي، وأتمنى لجرحاهم الشفاء العاجل. وكما تعهدت وقت اللي قدمت برنامج الحكومة لنيل ثقة مجلس نواب الشعب، صرحكم اليوم على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الوضع الأمني مازال هش، ومخاطر الإرهاب ما زالت موجودة كيف ما صار منذ مدة في العملية الإرهابية الجبانة اللي وقعت في منطقة بولعابة من ولاية القصرين. بالنسبة للوضع الاقتصادي صرحكم بأنه صعب ويبعث على الانشغال. في الاستثمار تراجع سنة 2014 بنسبة 21% مقارنة بسنة 2013، وأكثر من 32% مقارنة بسنة 2010. وضعية المالية صعبة، وعجز الميزانية بلغ 7400 مليون دينار سنة 2014 مقابل 3000 مليون دينار سنة 2010. عجز المؤسسات العمومية فات 3500 مليون دينار لل 25 مؤسسة الكبرى. والعجز المتراكم للصناديق الاجتماعية بلغ 1100 مليون دينار بالنسبة لسنة 2015. مستوى التضخم مازال عالي وفاق نسبة النمو. تعطل إنجاز المشاريع الكبرى وخاصة الطرقات السيارة، كيف ما الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم، والطريق السيارة صفاقس الصخيرة، والطريق السيارة قامس مدنين، والطريق السيارة مدنين راس جدير. أما بالنسبة للوضع الاجتماعي فنسبة البطالة ما زالت مرتفعة، خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا واللي بلغت أكثر من 31%. الوضعية الهشة لعملة الحظائر وآليات التشغيل الأخرى. عدم تفعيل 17 اتفاقية تهم زيادات في الأجور في القطاع العام قيمتها الجمهورية أكثر من 200 مليون دينار. تعطل ملف الزيادات في الأجور للقطاع العام بالنسبة لسنة 2014. إلى جانب الوضع الأمني والوضع التنموي والوضع الاجتماعي، كذلك هناك غياب لخطة ومنوال تنمية واضح، والاكتفاء بإجراءات حينية تخص ميزانية الدولة. أمام هالوضع الدقيق رسمت الحكومة خطة إنقاذ وطنية ترتكز أساسا على دراسة الوضع الحالي واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبلية لل5 سنوات القادمة. وفي هذا الإطار قام أعضاء الحكومة بزيارات ميدانية إلى كافة ولايات الجمهورية. ويتمثل برنامج الإنقاذ العاجل لإعادة الثقة أولا على مستوى الأمن، فتم ضبط خطة أمنية جديدة ترتكز على مزيد التنسيق والتعاون بين الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي، والاعتماد على مساندة ودعم المواطنين. دعم الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي بالمعدات اللازمة للتدخل السريع، كذلك تدعيم حضور الجيش الوطني والأمن الداخلي على كامل حدودنا مع ليبيا. الخطة الجديدة مكنت من عدة نجاحات هامة، منها إيقاف ما لا يقل عن 387 إرهابي، كذلك القضاء على بعض العناصر الإرهابية الخطيرة، وأخيرا كشف لمخابئ أسلحة حربية. لكن كل هذه النتائج غير كافية للقضاء على الإرهاب، وهو ما يتطلب مزيد دعم قواتنا العسكرية
وقوة الأمن الداخلي والوقوف صفا واحدا وراء أبطالنا من الجيش وقوة الأمن الداخلي. المحور في تعزيز السلم الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم للعمل والإنتاج من خلال أولا تفعيل الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار تواصل الدولة والإيفاء بالتزاماتها. الشروع في المفاوضات بخصوص زيادات في أجور العاملين في القطاع العام بالنسبة لسنة 2014. الاستعداد لمفاوضات اجتماعية تشمل 2 أو 3 سنوات. وضع منهجية لإعداد منوال تنمية جديد يرتكز أساسا على القطاعات ذات القيمة المضافة والقادرة على استيعاب حاميشات العليا مع الطموح إلى بلوغ نسبة نمو تفوق 7% من خلال قطاعات جديدة واعدة على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والاقتصاد التضامني. وعلى هذا الأساس يتم إعداد المخطط القادم بالنسبة لسنة 2016-2020. ويتضمن هذا المخطط برامج تنموية تنطلق من حاجيات الجهات، مشاريع مهيكلة على المستوى الوطني، وإصلاحات كبرى في عديد الميادين على غرار التربية، الصحة، الإدارة، منظومة الدعم والصناديق الاجتماعية. ومن ناحية أخرى ستتولى الحكومة إنجاز الإجراءات العاجلة، وقد تم الشروع في إنجازها، وخاصة بالنسبة للمشاريع المعطلة على غرار الطريق السيارة ومشروع غاز الجنوب، وكذلك مشروع تزويد جهة جندوبة بالماء الصالح للشراب. وسوف يتم مد وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الخاصة بهذه البرامج الأكيدة التي سيتم إنجازها في خلال الفترة المقبلة. وفي الختام نحب نقول أني قبلت هالمسؤولية وأني مدرك كل الإدراك للوضع الصعب اللي تمر به بلادنا، وأني على يقين أن التحدي كبير، لكني متفائل ومقر العزم على كسب هالرهان. والرهان ما هوش مسؤولية رئيس الحكومة وحده، هي مسؤولية جماعية، مسؤولية كل الأحزاب، مسؤولية المنظمات الوطنية، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية أجهزة الإعلام الوطنية، ومسؤولية كل رجال ونساء التعليم وكل المواطنين. كما كسبنا رهان الانتقال السياسي، نحن قادرين على كسب رهان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي في كنف احترام دستور البلاد والالتزام بتطبيق القانون بعيدا عن كل مظاهر التسيب والفوضى. عاشت تونس، عاشت الجمهورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.